مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في رسالتكم الأسبوعية من الإمارات صدى الخليج. لنشاهد معا ماذا أعددنا لكم من فقرات في هذه الحلقة. متميزون عراقيون في ملتقى الشارقة التاسع للشباب العربي. تميز عراقي في مهرجان الفنون الإسلامية. جولة صدى الخليج في المطعم الثلجي في دبي. حضور الفنانين العراقيين في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل. ملتقى الشارقة التاسع للشباب العربي افتتح قبل أيام، ويشارك العراق فيه بطالبين متميزين ضمن وفد وزارة الشباب والرياضة العراقي. افتتح في إمارة الشارقة ملتقى الشارقة التاسع للشباب العربي بمشاركة أكثر من 20 دولة عربية من ضمنها العراق. جاءت الوفود المشاركة بطلبتها المتميزين التي تجد فيها الكفاءة والخبرة العلمية. ويهدف الملتقى إلى تقارب وجهات النظر وتبادل الخبرات والثقافات بين الشباب العربي. اليوم من كل شارك العراق بوفد بإشراف وزارة الشباب والرياضة متمثلا بطالبين متميزين تم اختيارهم لكفاءتهم العلمية وابتكاراتهم. والجدير بالذكر أن العراق يشارك للمرة الأولى في هذا الملتقى الدولي التاسع، والذي يعد مبادرة جيدة لدخول العراق هكذا ملتقيات تعنى بتقريب المسافات بين الشباب العربي وتبادل الأفكار الجديدة باختلاف مشاركاتهم العلمية والفنية والأدبية. حقيقة هذه الدعوة توجهت لأول مرة إلى العراق، وهذا الملتقى هو التاسع. كانت المشاركة بطلبة عدد 2، أحدهما من ثانوية المتميزين الصف الثانية، والآخر من ثانوية كلية بغداد الزيوني. تم انتخاب الطلبة من قبل وزارة الشباب والرياضة لكفاءتهم العلمية. الأول كان حائز على جائزة مهرجان السيادة الرابع عن ابتكار جهاز ليزر، نقل الصوت بالليزر. والآخر الطالب محمد قاسم، حقيقة كان بارع جدا في البرامجيات. أملنا كان أنه يكون عندنا نشاط علمي في هذا المجال. الهدف من المشاركة أو هدف الملتقى حقيقة هي تبادل ثقافات بين شباب الوطن العربي، وأهم ما ممكن أن يستفاد من الشباب العربي هو كيفية الحوار أو تعلم فن الحوار، وكانت حقيقة هذه مفيدة جدا. التجربة ناجحة، نتأمل أن هذه التجربة تتعمم في بلدان الوطن العربي لتوثيق الصلات وتعميق الصلات بين شبابنا العربي ليصبحوا قيادات قادرة على قيادة المستقبل. الملتقى يمتد على مدى 7 أيام، يتم خلالها تقديم فعاليات رياضية وعروض فنية وجلسات حوارية وندوات علمية للطلاب المتميزين المشاركين في الملتقى، وتقديم الدعم الفكري والمعنوي للارتقاء بهم إلى مستويات أفضل، لكون شريحة الشباب هي الفكر الواعد والمستقبل الزاهر. الملتقى فكرته أنه يجمع الحضارات مال الوطن العربي كله، بحيث يصير اختلاط بالخبرات وتبادل المنافع، ويعني تبادل الآراء، الفكر. الفائدة أنه اختلطنا بالوطن العربي وتعرفنا أكثر عليه، تعرفنا على الحضارات المختلفة، تعرفنا على طرق التعامل والتعايش مع الدول الأخرى المشاركة، بالإضافة إلى عرض البرامج والابتكارات الخاصة بكل طالب، لكي يتسنى له فرصة في تحقيق جزء من عوامل التقدم والرقي وابرازها في مختلف انحاء الوطن العربي.